السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير يا أهلي وناسي. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، والحمد لله الذي جمعنا بكم مجددا. معكم أخوكم الشيخ عبد العزيز أبو سلطان، ورقمي المباشر تلاقونه ظاهر أمامكم الحين على الشاشة. يا جماعة الخير، يمكن استغربت غيابي الفترة اللي طافت، لكن يعلم الله إني قضيت وقت طويل وتغربت في بلاد الهند والسند، ولفيت بعض الدول الأفريقية، والحمد لله رب العالمين. الرحلة ما راحت على الفاضي، زادتني علم وفراسة وخبرة وتدقيق في مسألة تنزيل الأموال وطرقها الشرعية والصحيحة. قبل لا ندخل في التفاصيل، ودي منكم تشتركون في القناة وتفعلون التنبيهات عشان تستفيدون أنتم وغيركم منه العلم، وعشان تحصنون أنفسكم ولا يقع أحد منكم في الخطأ أو يطيح في فخ النصابين والدجالين اللي أكلوا أموال الناس بالباطل وضيعوا حلالهم. بداية، وبعد الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أريد أثبت لكم وأؤكد علم اليقين إن تنزيل المال حقيقة واقعة لا تقبل نقاش ولا تحتمل شك أو سؤال. لكن يا إخواني، الواحد يحز في خاطره لما يشوف بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة الفقير والمنزنق ويأخذون فلوسه عشان يتنعمون فيها، وهذا والله حرام ولا يجوز شرعا ولا يرضي رب العباد. المفروض والواجب على الشيخ الصادق انه يبين للشخص كم المبلغ اللي بينزل وكم المدة بالضبط، عشان يكون العمل على مية بيضا وواضح وضوح الشمس اللي ما يخلي في قلبك ذرة خوف او ريبة. اخواني، دامنا اتفقنا وتأكدنا ان التنزيل حقيقة، لازم نوضح ان الشغل له شروط وضوابط صارمة. يمكن انا تكلمت في الفيديوهات القديمة وفصلت فيها، لكن الزمان يدور ولازم نرجع ونذكر اول هالشروط واهمها النية الصادقة الخالصة من الشخص اللي يطلب تنزيل المال. ما يجي واحد يجرب أو يتسلى. والشرط الثاني والمهم جدا هو المكان. المكان يا جماعة يلعب دور رئيسه في كمية المال المنزل وبركته. وحتى ما انسى الشرط الاساسي والاهم من هذا كله هو نوع الماده اللي تتوافق وتتناغم مع قرين الانسان نفسه. وعشان اثبت لكم هالكلام بالدليل، قبل كم شهر كلمني شخص يطلب تنزيل مبالغ ويقول لي يا شيخ، انا رجال ربي ميسر اموري وعندي خير، لكني احب ازود حلالي وبنفس الوقت ودي اساعد المحتاجين واسوي خير. قلت له ابشر، وسويت للرجال كشف دقيق، وبعد ما طلعت النتيجه ما شاء الله تبارك الرحمن تبين ان الرجال تنزل له مبالغ خياليه ما تخطر على البال. لكن وش المشكله؟ القرين عنده ضعيف وما يتحمله المبالغ الكبيره. وهنا انبهكم، القرين النظيف والقوي هو سر نجاح العمل كله. المهم، الرجال تنهد وقال لي يا شيخ انا انلعب علي وانصبت من الشيخ الفلاني والشيخ ام فلان، وان ما احب ان اذكر اسماء، الله يصلح حالهم ويهديهم. وكان الرجال متردد ورافض يدفع قيمة المواد الخاصة بتقوية القرين من كثر الخوف والشك اللي بقلبه. الرجال هذا كان جزائري ومقيم هناك في قطر. أعطيته عنوان أخ وعزوة لي في الدوحة، قلت له روح حقها هده الرجال وقول له أنا جاي من طرف الشيخ عبد العزيز أبو سلطان، وقصة له قصتك، وقول له إني متخوف من النصب لأني خسرت مبالغ قبل، وشوف وش يشور عليك. يوم راح له، ضحك الرجال القطري وقال له يا ابن الحلال، والله العظيم إنك معذور وحقك. أنا نفسي كنت ميت خوف أول ما تعاملت مع الشيخ أبو إسلام، لكن والله العظيم بعد الشغل والنتيجة اللي شفتها بعيوني ولمستها بيدي صرت أقولها بالفم المليان، اللي يبي الرزق وتنزيل ماله ماله غير الشيخ أبو إسلام. والتفت عليه وقال له الحين كم تبي فلوس حق المواد؟ أنا أدفعها عنك الحين ومن جيبتي، بس نكون شركاء بالنص بالنص في المبالغ اللي بتنزل. الرجال الجزائري ما صدق خبر وقال توكلنا على الله وموافق، والحمد لله حمدا كثيرا. اشتغلنا للرجال ونزلت له الفلوس كاملة مكملة. صار يبكي ويقول يا ليتني عرفتك من زمان يا شيخ، ولا ضاع عمري وتعبته التعب كله في الركض وراء الأوهام. أبنائي وبناتي اللي في خاطره يشتغل ويسعى لا يتردد ولا يتأخر، العمر يمر والوقت قاعد يضيع من بين ايدينكم. ونصيحة مجرب، الفرصة ما تطق الباب مرتين، تجيك مرة واحدة وبس. كثر من الناس ضيعهم التردد والخوف، وللحين عايشين في الفقر والديون والهم والغم. هذا ينصب عليه ب100 دولار، وهذا ب500، وذاك ب1000.
وهو يطالع وعمره يروح والديون فوق راسه تزيد. إخواني خلوكم قريبين وتابعوني في الفيديوهات الجاية، بنتكلم في تفاصيل وأسرار كثيرة إن شاء الله. أخوكم الشيخ عبد العزيز أبو سلطان، رقمي يظهر لكم على الشاشة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.